أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، جبت لكم النهارده فيلم بقى بتاع عادل إمام، بس جسد الشخصية يعني مش في قمة البراعة، اللي هو الإنسان أو الشخص اللي بتقابله في حياتك وكان همه المذاكرة وبس، لا يبص يمين ولا يبص شمال، المذاكرة وبس، لغاية لما كون نفسه بقى حاجة كبيرة، دكتور في الجامعة. الشخصية دي أكيد كلكم قابلتوها في حياتكم، لا يعرف بنت ولا يعرف ولد ولا يعرف ايه ده ولا ايه ده ولا يعرف. يعني كان انسان إيه يعني ستريت، ملوش حل. يقوم يتجوز واحده اللي هي سهير البابلي، برضه هي كمان نفس القصه. ومش عارف اخوه خالها كان وزير ومش عارف ايه، حتى بيتكلموا مش عارف حتى ازاي. تحس كده انهم حتى مش عارفين حتى يتفقوا، يعني يقوموا بحياتهم يعني او الجماع الشرعي بتاعهم ازاي. تحس انهم ايه مؤدبين قوي، يعني فاهم، حاجه غريبه يعني. فهو عايش بالطبع ده، فعايز يطلع بقى من المود ويطلع بالشخصيه دي خالص. ماشي في الشارع يبص على الناس، بنات هنا بنات هنا، يبص على رجلها، يبص على اللي هي بنسميها احنا بقى، بنسميها احنا في حياتنا بقى الايه، بنسميها احنا ايه، الخيابه على كبر. يعني ايه بيخيب على كبر اللي، وناس كتير في القصه دي يعني بتعيش القصه دي كتير 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 كتير، واكيد عارفينها يعني من اصدقائكم. هيقوم ايه حظه هيوقعه في مين؟ في مديحه كامل. مديحه كامل طبعا لا يعلى عليها، السيده الوحيده اللي كانت مثلا بتحب مثلا ادوار الاغراء، كانت لا تزيل الشعر تحت الابط. ليه ما تعرفش؟ يعني كل افلامها كانوا دايما يقولوا ايه، الشعر اللي تحت الابط، لا كانت بتمثل بالشعر لازم فيه. مش عارف ليه، مش عارف ليه يعني. والله بقى المعلومه دي بقى حقيقيه يعني. تقول لا مش هزيله. بصوا افلامها هتلاقيها كده. آه، هيطلقوا بيها. هي اصلا بقى واحده دي مدربه بقى وبتاعت علاقات وبتاعت. هتاخده على البيت، وللاسف الشديد هيطب عليهم ايه؟ جوزها ده مقاول كبير. هيجي عادل امام ضربه ايه؟ بحاجه كده، هيفتكروا ايه؟ يغمى عليه، بس هو بيت في الحقيقه. هياخدوه ويشوفوه في حته كده ويرموه. في نفس الوقت كان احمد راتب مستني المقاول ده بابا، شاف كل حاجه وعارف كل حاجه. طبعا ده مكسب كبير اللي بقى هيلعب يعني شغلانه وهيكسب منها. فدخل عليهم، ازيكم؟ انت مين؟ انت مش عارف ايه، انا فلان. وقام داخل عليهم بقى، انا عارف كل حاجه، انا شفت كل حاجه، انا عملت كل حاجه. ما دي حاجه عامل بقى حاجه غريبه قوي. انت بتقول له ايه؟ عايزه حاجه اثبات ان انت كنت معايا. ايه الاثبات يعني؟ حاجه من قدرك. تقول له ايه؟ الغياب الداخلي يعني. ليه؟ وليه تحفظه في الثلاجه؟ حركه غبيه فيها غباوه، وبتنقص من الفيلم. والله بجد بتنقص من الفيلم قوي. ايه، خدت من واحد اللباس والفانيلا عشان خاطر اخبيهم، عشان ايه لو وقع في الموضوع ايه اقول لهم ده كان معايا. وحتى امر الامر الدول، وتاخدهم وتحطهم في الثلاجه. الثلاجه دي ابو ثلاجه مش يعني. بص انا انا كمشاهد سقط الفيلم هنا، في اللحظه دي اقسم بالله، ايه لحظه الثلاجه دي سقط الفيلم مني. انت كنت ماشي حلو، لا هوب هوب لا خلاص كده انت وقعت. ودي حقيقه والله فعلا ناس كتير يعني. وشوفوا وقولوا وكلموني يعني. آه، احمد لازم هيحب يساومهم، يقول له اديني ايه تلت مرتبك وتلت مش عارف ايه وايه وايه وايه. هو بقى بتوع اللي ايه جميعي هيفكر في انه يقتله عن طريق بلاعة. يعني يفتح العربية يخليه يقف في مكان معين، ووزن البلاعة وحط غطا مش عارف أي كلام، ويسقط في غطا البلاعة. عملها. المهم البوليس توصل لمين؟ ل مديحة كامل. فبدأوا يشكوا فيها.
مش عارف، ما تفهمش ازاي بسهوله ويسر كده يعني، ما تعرفش، مش عارف ايه يعني. برضه حته من المخرج غريبه، او من المؤلف غريبه يعني. ايه اللي يثبت يعني؟ مفيش اي حاجه تثبت. ويقول لك ويخش يفتشوا ويلاقوا الغايه في الثلاجه. يعني انت هتستعبط عليا؟ هتقول لي ان في حكومه هتيجي، او في ناس بتيجي من الحكومات بتفتش في البيوت، هيفتح الثلاجه ويلاقي فيها يفتح الثلاجه ويدور على حاجه؟ لا، ده احنا هنود بقى، كده احنا هنود صح. واحد جاي يفتش الشقه يقول لك هفتش الثلاجه. يا اخي ده صح يا عادل امام؟ هو فيلم ساقط، فيلم ساقط من افلام عادل امام يعني، بس ساقط قوي 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 يعني. يعني انا بالامانه مش داخل دماغي خالص. يعني غير واقعيه. حتى هو بيضرب مراته بالقلم، يضرب الباب بالقلم. بص، قصه من أسوأ القصص اللي عملها، من أسوأ الأفلام اللي عملها عادل إمام. طبعا لكل جواد كبوة، جواد كبوة، وهي دي كبوته. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالفيلم، وشوفوا النهاية مع بعض هتحصل إيه، وإزاي بأدب وشياكة هيسلي نفسه ويعرف الحياة منه. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي أعزائي المشاهدين، وأرجو منكم يعني الدعم في هذا الوقت. وشكرا جزيلا لكم، ولا تنسونا بالشير، أو بإعجاب، أو بأي كلمة حلوة. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.